أقول هذا من باب النصح حتى لا تفسد على نفسك الحسنات وتبقى غير تائب إلى الله. لقد حصلت الإعلانات عن البرامج الرمضانية وأنها في هذا العام أكثر منها في غيره مما سبق من الأعوام، وهذه البرامج الذين أعدوها الغالب عليهم أنهم لا خير فيهم إن لم يكن فيهم من هو معادي للإسلام وأهله ومن هو ساع في إشغال المسلمين فيما يشغلهم به. أعلن عن عدد كبير من البرامج التي ستعرض في شهر رمضان، كل هذا من أجل أن تكون ليالي رمضان من أولها إلى آخرها محفوفة ومملوءة بالبرامج هذه التي فيها من الضرر على المسلمين ما فيها. فإن هذه البرامج إنها سم في عسل، وإن كان بعضهم يتسلى بها ويتلهى بها إلا أن فيها من المفاسد والأضرار ما يربع بنفسه عنه كل مؤمن تقي وكل مؤمن صالح. فلهذا نقول ما رأيتم من البرامج التي فيها ما يغضب الله ويخالف شرع الله وما يخرج عن